السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى فيديو بتاع النهاردة مختلف تماما. هعمل معاكم كده جولة في دريم بارك، بجد أجمل مكان في مصر. ممكن تروحوا تلعبوا وتنبسطوا وتغيروا المود كده. مفيش أحلى ولا أجمل من دريم بارك، بجد الجو هناك حلو قوي والأجواء جميلة، وألعاب كتير ومختلفة للكبار والأطفال، وفي جنينة حيوانات ومطاعم وكافيهات. هقول لكم النهاردة المواعيد وسعر التذاكر، وهقول لكم برضو ايه الألعاب كده الحلوة المناسبة للأطفال، والألعاب برضو المناسبة للكبار، وايه الألعاب اللي استمتعنا بيها واحنا هناك. مواعيد العمل طول الأسبوع من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 7 مساء، دي طول الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة من 10 صباحا لحد 9 مساء. اسعار التذاكر بقى، التذكرة اللي هي السيلفر بسعر 275 جنيه، دي شاملة كل الالعاب ما عدا الالعاب اللي هي بالمقابل المادي. في برضو تذكرة السيلفر اللي هي الكومبو، دي ب365 جنيه، شاملة جميع الالعاب المجانية زائد وجبة. في برضو سعر التذكرة اللي هي الجولدن ديت ب400 جنيه بدلا من 470 جنيه، دي بمناسبة رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين. دي شاملة جميع الألعاب المجانية وزيادة 3 ألعاب اللي هي بمقابل مادي، كل لعبة بتبقى ب50 جنيه، يعني هنوفر كده 150 جنيه في كل تذكرة. الأطفال من سن 3 سنين طبعا بيندفع لهم تذكرة كاملة. هنا بقى كنا دخلنا على الألعاب، اللعبة دي الغسالة، بجد اللعبة دي حلوة قوي وممتعة، بس لو معاكي طفل أو كده بلاش يركبها، لأن بتبقى خطر. هي طبعا بصوا بتنقلب كده وبتشقلب زي ما حضراتكم كده شايفين، بس بجد كانت ممتعة قوي. هسيبكم كده تسمعوا الصوت بتاعها. هنا بقى كنا رحنا لعبة السلسلة دي، بجد اللعبة دي برضو صعبة من الألعاب الصعبة اللي أنا لعبتها. هي ممتعة بس لو أطفال برضو بلاش. دي بقى كانت لعبة ديسكفري، بجد اللعبة دي برضو حلوة قوي وممتعة، بس احنا دلوقتي في منطقة الكبار، بلاش أطفال خالص تلعب في الألعاب اللي أنا بقولها لكم دي. في منطقة ألعاب خاصة بالأطفال، دي كل الألعاب دي للكبار فقط. بصوا بتبقى صعبة كده بس ممتعة بالنسبة للكبار وحلوة قوي، وبتغير المود كده، بجد هتنبسطوا قوي لو رحتوا وجربتوا ولعبتوا. كنا دخلنا بقى كده على البيت المقلوب، البيت ده كل حاجة فيه بالمقلوب. بصوا العربية محطوطة بالمقلوب، كل حاجة فيه بالمقلوب، الأوضة بالمقلوب، الكراسي بالمقلوب، لو دخلتوا كل حاجة مقلوبة جوه. هنا بقى دي كانت لعبة النهر السريع، بس للأسف كانت في اليوم ده كان فيها عطل وكانت مش شغالة، بس مش مشكلة، في ألعاب كتير جدا نلعب فيها في المكان. ركبنا بقى لعبة الصاروخ، بجد حلوة قوي برضه وممتعة، بس صوتها بجد مزعج قوي قوي، يعني صوتها مرعب اكتر من اللعبة نفسها. بس بصوا بتنزل فجأة وتقوم طالعة فجأة، بجد كانت ممتعة قوي. سعر اللعبة دي كان 50 جنيه لكل تذكرة، دي خارج التذكرة خالص. هنا بقى كان لعبة القطر السريع، اللعبة دي بجد أصعب لعبة في دريم بارك، صعبة قوي قوي قوي. أنا ركبتها، كل اللي فيها حرفيا كانوا بيشاهدوا وأنا أولهم. اللعبة بجد صعبة قوي يا جماعة، ما انصحش حد يركبها. اللعبة دي سعر التذكرة بتاعتها 50 جنيه، دي برضو خارج التذكرة. بجد صعبة قوي، بصوا بنبقى متشقلبين كده، رجلينا متعلقة فوق وراسنا تحت، وبيقعد بقى يلف بينا وبنلف بسرعة جدا، لا بجد صعبة قوي. دي من أصعب الألعاب. كل اللي واقفين كانوا واقفين يتفرجوا على صريخ الناس اللي واقفة هناك. دخلنا بقى كده على لعبة قطر الشرق، اللعبة دي برضو، دي قطر برضو بيقعد يلف كده، بس مش صعبة قوي زي قطر الموت، بجد قطر الموت ده مفيش زيه. هو اسمه القطر السريع، بس انا بصراحة مسميه قطر الموت لانه صعب قوي. هنا بقى لعبة قطر الشرق دي، بصوا هو بينزل برضو بالراحة بالراحة وبيقوم نازل مرة واحدة. هنا بقى ولادي كانوا شبطوا عايزين غزل البنات، الحاجات هنا غالية قوي بصراحة. الأسعار يعني غزل البنات بيبدأ الأسعار بتاعته من 40،
60 70 بتبدأ من الأسعار دي. بيبقى فيه اللون اللي انت حابة تعمليه، تعملي لون بينك، لون لبني، لون أي لون انت حباه بيعملهولك، وبيعملك برضو الطعم. الشيبسيات والحاجات دي، لو كيس الشيبسي بره ب10 جنيه، هناك كيس الشيبسي ب20، ازازة المية ب35. الحاجات بصراحة هناك غالية قوي، حاجات الماركت. هنا بقى دي كانت الألعاب الإلكترونية اللي هي بتدخلك خيال علمي. نلبس كده نضارة ونقعد كده على الكرسي كأن انت فعلا في المكان وفي الغابة. ودي برضو الألعاب اللي هي الإلكترونية، بتلعبي برضو، بتقطعي كوينت كده، سعر الكوينت 20 جنيه لكل لعبة. تقطعي الكوينت وأي لعبة انت حابة تلعبيها العبيها. بصوا أشكال والوان ألعاب كتير قوي. اللعبة دي برضو أنا حبيتها قوي قوي. دي برضو بنقطع لها كوينت، تكون سعر الكوينت 20 جنيه. اللعبة دي عبارة عن بننزل الدراع ده اللي أنا بشاور عليه، وبنقوم منزلينه، بننشل على مثلا أي دبدوب يعجبنا. بصوا يقوم نازل، بس ولا مرة كسبت ولا حد كسب أصلا. هي واحدة مثلا كنا واقفين بتاع يجي 10، واحدة بس اللي كسبت بعد 10 محاولات مثلا قامت كسبة كده دبدوب. دي برضو كده ألعاب، دي اللي هي بتاع القتالية، اللي هي الألاكوندا دي، فيها كرة كده نازلة بنلعب، اللي هي البوكس دي، برضو حلوة للأطفال. هنا بقى دخلنا على منطقة الأطفال. بصوا ألعاب الأطفال بقى كتير قوي، بس ألعاب مش خطر خالص، وكلها ألعاب حلوة كده وفي اللذيذ. هنا بقى دي بصوا أشكال، دي الضفدعة، دي بحيرة كده صغيرة. دي برضو حاجات لو حد حابب يتصور برضو بتبقى شكلها حلو، وبتدي أجواء برضو حلوة. دي برضو كانت من ضمن منطقة الأطفال. ألعاب كده سهلة وفي اللذيذ، برضو عشان لو أطفال صغيرة وبتخاف، أو لو حد كبير وحابب يلعب برضو مع ولاده بيسيبوه ما بيقولولوش حاجة. برضو دي كده كانت زي حصانة كده، وبرضو تنين. ودي برضو لعبة الفنجال جميلة برضو، دي كبار وصغيرين بيلعبوا فيها، عائلات بيبقوا راكبين مع بعض، تبقى حلوة. ودي برضو لعبة الصاروخ للأطفال. كل الألعاب دي بقى تبع التذكرة ما عدا دي، دي كانت ب50 جنيه برضو. دي في منطقة الأطفال، بس محدش بصراحة كان بيلعب بيها. كان كتير حلو قوي للتصوير. هنا برضو المكان ده برضو حلو قوي للتصوير، لو حد حابب يتصور. دي برضو لعبة السلسلة للأطفال، برضو كانت سهلة حلوة، ومش خطر برضو على الأطفال. ولادي كانوا حابين يركبوا وأنا كنت حابة أركب، بس هو قال لنا لأ سن معين، قال لنا لحد سن 8 سنين بس. ده بقى كان القطر برضو للأطفال، مخصص للأطفال فقط. في برضو قطر كبير بيلف القرية كلها، لو انت حابة تركبي تبع التذكرة. كل الحاجات دي تبع التذكرة، قليل قوي لما تلاقي لعبة بفلوس. برضو دي برضو اللعبة دي كانت حلوة للأطفال. كل دي بقى ألعاب للأطفال مناسبة من سن مثلا 3 سنين لحد سن 8 سنين. أي حاجة حابب يلعبها بيلعبها. رحنا بقى ركبنا لعبة المركب دي، بجد اللعبة دي حلوة قوي قوي وانا حبيتها قوي. امان وحلوة وممتعة للاطفال وممتعة للكبار. في هناك برضو مطاعم كتير، وكان في برضو تخفيضات وعروض حلوة على الأكل. يعني مثلا كان ممكن تطلبي 5 بيتزات. ال5 بيتزات، 5 بيتزات دول كانوا ب500 جنيه، وعليهم برضو واحدة هدية، يعني كله 6 بيتزات. وكان في برضو عروض على الفرايد تشيكن، وكان في برضو ممكن تطلبي فرخة كاملة ب300 جنيه، ومعاها برضو رز ومعاها سلطة ومعاها طحينة، ودي بتبقى معمولة على الجريل. كان في حاجات كتير بصراحة، مطاعم كتير. اللي حابة تطلبيه اطلبيه، بس احنا بصراحة كنا واخدين أكل معانا، سندوتشات. أنا كنت عاملاها في البيت، كنت عاملة سندوتشات برجر. الأكل هناك كتير، ومتاح ان انتوا تطلبي أي حاجة، بس بتسيبي الأكل برا في المطعم برا خالص، بيبقى مكان كده مخصص للأكل، بتسيبيه هناك وبتدفعي 20 جنيه، لأن ممنوع ان انتي تدخلي هناك بمية أو بأي أكل. ودي برضو كانت لعبة الأناناسة، برضو كانت حلوة وممتعة، ولعبة كده في اللذيذ وما فيهاش أي خطورة خالص، ولا على الأطفال ولا على الكبار. بجد كانت حلوة برضو. المكان بجد جميل قوي قوي، وبجد لو رحتوا هتنبسطوا وتغيروا المود كده، وبجد هيبقى يوم جميل وهتنبسطوا كده بالأجواء وبالألعاب. هناك ألعاب كتير زي ما قلتلكوا، ألعاب مختلفة للكبار وللأطفال.
بس نصيحة لو هتروحوا روحوا اليومين دول لأن الجو رايق، في امتحانات نص السنة والناس مشغولة والدنيا مش زحمة قوي زي ما شفتوا. احنا أكتر مرة رحنا فيها لعبنا وانبسطنا المرة دي، لأن ما كانتش زحمة. لما المكان بيكون زحمة ما بنعرفش نلعب خالص، ولا فعلا بنلحق. بنقف طابور كتير قوي، ممكن نقف في الطابور مثلا ساعة علشان نلعب كل لعبة. لكن المرة دي بجد ما كانش زحمة، أحلى مرة بجد رحت فيها. والمكان كان رايق كده وكنا بنروح اللعبة بنلعب على طول وبننبسط. فلو حابين تروحوا روحوا اليومين دول، حتى بمناسبة رأس السنة. كل سنة وانتوا طيبين. كده خلصت الفيديو بتاعي النهاردة، أتمنى يكون فيديو النهاردة نال إعجابكم وقدرت أفيدكم لو بمعلومات بسيطة خالص. وأتمنى كده إن انتوا تروحوا وتنبسطوا. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.